فطيرة تاج الأميرات هي اسم على مسمى حقيقي، دي أجمل فطيرة حادقة ممكن تجربوها، بعجينة بسيطة وطريقة للتشكيل مفيش أسهل من كده، وحشو حقيقي تفتح النفس. هتعملوا أحلى مخبوزات للفطار أو العشاء، هشة وخفيفة جدا وطراوتها ما تتوصفش، تقدروا تشيلوها في الفريزر وتطلعوها أي وقت ممكن تحتاجوها فيه. أوعدكم من جمالها إنكم مش هتبطلوا أبدا تعملوها. حجم صينية مقاس 30، هستخدم نص كيلو دقيق، رشة صغيرة من الملح، معلقة حليب بودرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهقلب المكونات الجافة مع بعض. فتحة صغيرة في نص الدقيق عشان أشغل فيها الخميرة بتاعتي، معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، وعليهم ربع كوباية من المية الدافية. هقلب الخميرة والسكر في المية مع بعض، وأقدر دلوقتي أنزل ببيضاية كاملة أو أفصل الصفار عن البياض وأشيل الصفار على جنب. ربع كوباية من الزيت النباتي، عليهم معلقة صغيرة من الزبدة أو ممكن أستكفي بالزيت عادي خالص، بس هزود معلقتين كمان من الزيت. هقلب كله مع بعضه وهنزل بالسوائل، يا اما هنزل بباقي كوبايه الميه اللي كانت معايا، يا اما هنزل بحليب او ميكس ما بين الميه والحليب. بس العجينه في الاخر بتاخد من كوبايه وربع لكوبايه ونص سوائل. هلم بقى العجينه كويس جدا بايدي بعد ما حطيت السوائل بتاعتي والدقيق كله اتشربها. بعجن بقى كويس جدا لحد ما بيكون عندي عجينه ملمومه كويس قوي كده وطريه تحت ايدي، يعني طراوتها كويسه. هبتدي احطها عندي في طبق نظيف واغطي عليها كويس جدا بستريتش راب او كيس بلاستيك، وهغطي بفوطه واحطها في مكان دافي تتخمر كويس جدا لحد ما يتضاعف حجمها بالشكل ده. عندي عجينه ناجحه خمرانه كويس جدا باينه قبل ما اشتغل فيها. هبتدي اخدها دلوقتي قدامي على الرخامه بتاعتي علشان اقسمها لقطع اقرب للمتساويه بعناية كده. انا هقسم النص كيلو كله على 8 قطع متساويين. كمان اقدر لو انا عايزه اوزنهم هتعمل القطعه تقريبا 110 جرام. هاخد كل قطعه بقى وابتدي اقفلها كوره بالشكل ده واحطها على جنب واغطيها كويس عشان وشها ما ينشفش على ما اخلص باقي الكميه. كور العجين اللي عندي دي لازم ترتاح شويه كويس علشان تتفرد معايا ببساطه وسهوله وما تضايقنيش في الشغل. خلصت كميه العجين بتاعتي كلها وغطيتهم يرتاحوا. هاخد بقى من اول كوره انا اشتغلت فيها. طريقه التشكيل مفيش ابسط من كده واجمل من كده برضه. هاخد كل كوره قدامي وافردها دايره بالشكل ده، مش هفردها رفيع قوي، لا تكون محمله شويه، يعني السمك بتاعها كويس. دهنه كده من الزبده علشان اقفل الطبقتين على بعض، ودي اختياري على فكره، بس بتدي توريقات حلوه قوي جوه العجينه. اي حشوه بقى مفضله عندنا، انا عملت خلطه كده من الجبن والخضار وهبتدي احشي بيها على الاطراف بالطريقه دي. باخد الاطراف اللي في الجنب اقفلها على نص الدايره من فوق، واكد على التقفيل بالشكل ده عشان احافظ على الحشوه جواها. بعدين باخد الرولين بقفلهم على بعض بالطريقه دي وبقفل الجزء الواصل ما بينهم من تحت. مفيش ابسط ولا اجمل من كده في طريقه التشكيل. هخلص الكور ال8 كلهم بنفس الطريقه دي وزودوا في الحشوه عادي جدا، ما تخافوش انها تطلع بره. كل واحده بقفلها بحطها قدامي كده، بس بحاول ان انا اخلص بسرعه علشان ما يخمروش مني قبل ما ارصهم في الصينيه. بعد ما بخلصهم كلهم بكون محضره عندي صينيه مدوره ليها حافه او ملهاش حافه زي دي حسب المتوفر عندي، ويكون فيها ورق زبده، وهرصهم كلهم جنب بعض بالشكل ده. هغطيها كويس جدا وهسيبها تتخمر كويس جدا لحد ما يتضاعف حجمها بالشكل ده. بتكون نفخت كويس قوي ولزقت في بعضها. هستخدم لدهان الوش صفار بيضة عليهم شوية من الحليب. ممكن من الأول إن أنا أقسم البيضة وأحط البياض بس في العجينة وأخد الصفار لدهان الوش زي ما قلت، وأي إضافات من فوق سمسم، حبة بركة، جبنة، اللي تحبوه متوفر عندكم. هكون مسخنة الفرن كويس جدا على درجة حرارة 190، الرف اللي في النص بدخلها تتنفخ كويس قوي وتتحمر من تحت. بشغل الشوايه اديها اللون الخطير ده من فوق. اول ما بتطلع هي بتكون طريه جدا، بس بغطيها 10 دقايق تحفظ الطراوه فيها. اعملوها على العشاء وقدموها سخنه كده والحشو سايح جواها، ولو اتبقى منها تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر لاطول فتره ممكنه وتطلعوها بس تفك وترتاح، هتطلع كانها لسه مخبوزه حالا. شوفوا التوريقات من جوه والطراوه اللي ما تتوصفش. انا كده خلصت فطيره تاج الاميرات النهارده خلاص. متاكده من سهولتها وبساطتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها، هتقوموا تجربوها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.